ازاي يبقى عندي يقين في الدعاء زي ما قال النبي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه صلى الله عليه وسلم، من غير ما اتعلق بالدعاء نفسه؟ لان لما بندعي دعوه معينه لفتره بنتعلق بيها، وازاي قلبنا ما يوجعناش لو الدعوه دي ما استجابتش؟ ما هو لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ادعوا الله وانتم موقنون بان الله سيستجيب. بس يا جماعه، ربنا انت لما بتقول له يا رب افعل كذا، ده مش فعل امر فربنا المفروض ينفذ الامر. لا، ده ربنا هو فعل امر، يا رب اعمل لي، يا رب ما تعمليش، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا. ده افعال امر ونهي، لا تفعل. ايوه، دي بيسموها امر على سبيل التوسل والرجاء، لان ده طالع من الجهه الصغرى للجهه العليا. فالجهه السفلى الصغرى للجهه العليا يطلع منها الامر على سبيل الرجاء، حتى ما اسموش امر، اسمه توسل. وبالتالي اليقين ان الله سيستجيب فيما ينفعني. وده اللي بيخليك وانت بتدعي لا تتعلق بالدعوة، انما تتعلق بعطاء الله وليس دعوتك بالذات. دعوتك ممكن يكون فيها شر، وانت حفظت بقى خلاص سورة الإسراء، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أي يدعو كأنه يدعو بالخير لكنه يدعو بالشر. وكان الإنسان عجولا، أي متعجل لا يعرف الفارق ما بين الخير والشر. عشان كده انت لازم تحط جنب الدعاء التفويض. فمش الدعاء عبادة؟ في عبادة أخرى في القلب اسمها فوضت أمري في عطائك يا رب، اعمل يا رب اللي حضرتك شايفه أنسب. فده اللي يخليك لا تتعلق. عشان كده دايما يقول لك ابقى ادعي بالخير، ادعي بالخير نفسه. يا رب الموضوع ده لو فيه خير اكرمني بيه، وربنا ياخد بإيدينا يا رب.